أهلا بيكو شريف الصرفي. النهاردة هنتكلم على قصة القبض على الإعلامي المشهور شريف الصرفي. اسمع معايا التفاصيل بعد الفاصل. الموضوع بدأ لما ظهرت مرشحة لمجلس النواب، ست محترمة نازلة تمارس حقها الطبيعي والدستوري زي أي حد، بدل ما الناس تناقش برنامجه أو أفكارها. اتعرضت لتنمر واضح وإهانة على الهواء بشكل ما فيهوش أي مراعاة للإنسانية ولا احترام. الست انجرحت واتجال عليها كلام لا هو نقد ولا هو رأي. ده اسمه تنمر يا عم شريف، ده اسمه تنمر صريح وإساءة قدام الناس. فطبيعي جدا إنها تقدم بلاغ عشان تحافظ على كرامتها وحقها، وبناء عليه البرنامج بتاع شريف الصرفي اتوقف تماما وتم القبض عليه. الموضوع مش سياسة خالص، الموضوع مش خلافات، الموضوع ببساطة احترام. احترام، ما تتنمرش على غيرك. لما تنتقد انتقد الفكرة، البرنامج، الأداء، إنما الشكل والطريقة ليه تنتقدها؟ دي مش رجولة ودي مش حرية رأي، ده جرح لإنسان زيه زيك، لأهل ولناس ولكرامة. الناس لازم تفهم إن الاختلاف مش مبرر للإهانة، وإن السوشيال ميديا مش ساحة لتكسير بعض. الكل ليه حق، والاحترام ما ينفعش يبقى اختياري. ده كل اللي حصل بالمختصر المفيد. التنمر بيوجع صاحبه قبل ما بيجرح غيره. نزل الأستاذ شريف اتنمر على ست نجحت في مجلس الشعب، ويعني الست بتتكلم بطريقة محترمة، اتنمر عليها وقعد يقول كلمتين عليها. ما كانش ليه لازمة تتنمر عليها ولا تقول كلام وحش عليها. ليه تتنمر عليها وتقول كلام وحش عليها؟ انتقدها، انتقد في أدائها في برنامجها الانتخابي، لكن تتنمر عليها ما كانش ليه لازمة خالص. دي السر اللي سبب القبض على الإعلامي شريف الصرفي. ده اللي حبيت أوضحه، وحبيت أوضح إن إحنا المفروض ما نتنمروش على حد نهائي. ما تتنمرش على حد، كلنا في الأول والآخر بني آدمين، ربنا هيحاسبني على كل لفظ نلفظوه. دي اللي حبيت أوضحه في نهاية الفيديو. مبدئيا كده، الإعلامي شريف الصرفي طلع في فيديو من يومين، جاب ست مرشحة لمجلس النواب وقعد يقول يعني ست ناجحة ونجحت بشعبية الناس واجتهدت وعملت اللي ما عملوش 100 راجل في بعض. الأستاذ شريف مشكورا يعني جه متنمر عليها وقعد يقول كلام عليها واتريق عليها، ودي كل دي أمور مرفوضة. احنا كلنا مصريين وكلنا ولاد تسعة، ما ينفعش انا اتنمر على حد ولا حد يتنمر عليا ولا حد يقول لفظ عليا. انت شايف فيا حاجة وحشة او شايف فيا نقد، انتقدني بأدب واحترام، لكن لشخص تتنمر عليا او على شكلي او على لفظ او على قلت كلمتين مش مفهومين، دي ما يصحش يا عم شريف، دي ما يصحش. انت اتنمرت على الست، التنمر مش حلو، يعني اتنمرت كلمتين مش حلوين، كلمتين مش حلوين بجد. فالست قدمت بلاغ، وبناء على البلاغ استدعوا عمك شريف الصرفي وجابوه. دي اللي حبيت اوضحه بس. يعني سبب القبض على شريف الصرفي انه اتنمر على ست ناجحه في الانتخابات، اجتهدت وربنا وفقها ولها شعبيه ولها ناس على ارض الواقع ادوا لها اصواتهم ونجحت فعلا في الدور الاول. فبلاش تنمر يا جماعة، ما تتنمروش على حد، كلنا في الآخر ولاد تسعة. وفي آخر الفيديو عاوز أقول لكم خبر بيفرح ناس كتير وبيفرح ناس كتير جدا، إن فعلا اللحظة دي وفي التوقيت ده فعلا الأستاذ شريف الصرفي خرج ومروح بيته. في التوقيت ده تقريبا خرج، والمعلومة دي صحيحة، خرج ومروح بيته. فيا ريت يا عم شريف، انا عارف، انا بسمع فيديوهاتك وفعلا انت مع الدولة ومع القيادة المصرية قلبا وقالبا، وسمحت لك فيديوهات كتير بالصدفة بتتكلم مع الدولة وبتاع. ليك برضو بعض الملاحظات انا ماليش هتكلم فيها
بس يعني يا ريت يا ريت يا ريت ما تتنمرش على حد، يا ريت ما تتنمرش على حد، وخليك في صف الدولة المصرية، خليك في صف الدولة المصرية، خليك في صف الدولة المصرية وصف الرئيس السيسي، لأن الدولة المصرية بتنهض، الدولة المصرية والقيادة المصرية بتنهض بالبلد، بتنهض بمصر. يعني بيعملوا مشاريع كل يوم وسكك حديد وبيعملوا طرق وكباري وبيعملوا مشاريع ضخمة بتفيد المصريين، مش ضروري تفيدك دلوقتي، تفيد الأجيال اللي جاية. حياة كريمة في كل شوارع وريف مصر كلهم، كل شوارع وكل عزبة في مصر وكل نجوع مصر حياة كريمة دي. ما حياة كريمة دي مشروع ضخم بيصرف ملايين، حياة كريمة دي مش هيحس بيه غير أجيال أولادنا، غير أجيال أولادنا. فريت يا عم شريف خليك في صف الدولة المصرية وخليك في صف القيادة المصرية، لأن هما بيخافوا على البلد، بيخافوا على البلد بجد، وناس بيحموا البلد بجد.